وبما اننا بنتكلم عن التراث فاكيد هنرجع لشارع الخيامية اللي طلع منه محمل كسوة الكعبة. فاكرين بقى شارع الخيامية اللي قدام باب زويلة على طول؟ اهو ده بقى الشارع اللي كان بيطلع منه محمل كسوة الكعبة من ايام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، لما كان بيبعت للعامل بتاعه في مصر انه يصنع كسوة الكعبة، وكانت بتتصنع في شارع الخيامية في منطقة تحت الربع اللي قدام باب زويلة على طول. ويلا بينا بقى ندخل شارع الخيامية علشان نشوف المكان اللي كانت بتتصنع فيه كسوة الكعبة علشان تطلع للمحمل بموكب مهيب للأراضي الحجازية، لأن مصر كانت متولية الصدارة في تصنيع كسوة الكعبة من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني حوالي كده من 1000 سنة. وفضلت تتصنع كسوة الكعبة في مصر لحد سنة 62 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وكسوة الكعبة كانت بتطلع بموكب مهيب من أيام الملك فاروق، لأن كان بيطلع أمير الحج، كان بيتقدم المحمل وكان وراه كل الجمال شايلة كسوة الكعبة، والموضوع ده كان لازم يطلع بزفة من مصر لغاية الأراضي الحجازية، والموضوع ده كان بياخد 3 شهور قبل ما بتوصل كسوة الكعبة لأرض الحجاز. ومع التقدم التكنولوجي فأصبح نقل كسوة الكعبة عن طريق الطيارات أو البواخر. وده بقى المكان اللي كان بتطلع منه محمل كسوة الكعبة. عرفتوا بقى ان بلدنا جميلة وكان بيطلع منها خير كتير، وجميلة يا بلدي.